السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مكرونه بالوايت صوص. معانا صدر فرخه كده مقطعينه قطع صغيره، هنبدأ نحطه في معلقتين سمنه. هنضيف هنسيبه لما يشرب المية بتاعته خالص. بعد كده هنبدأ نضيف معانا معلقه كركم، معلقه فلفل اسمر. حابه تضيفي اي اضافات تانية ماشي، لكن انا اكتفيت بدول. زي ما انتوا شايفين كده، خطوه خطوه هي تبدأ تشرب المية بتاعتها. آه، كده الصدور بتاعتنا هتبدأ تشرب ميتها خالص لحد ما تنشف معانا. هنا نبدأ نعمل البشاميل بتاعنا. هنقول لكل معلقة سمنة معلقة دقيق، هنا 4 معالق سمنة عليهم 4 معالق دقيق. دي الخطوة التانية في المكرونة بتاعتنا. هتبدأ تاخد لون معانا كده، يدوب يصفر. هنبدأ ننزل معانا بكوبايتين لبن. وطبعا مية سلق المكرونة دي حاجة أساسية جميلة جدا، برضو بتدي قوام جميل أوي للمكرونة. ياريت لو نضيف منها كوباية، زي ما انا هضيف دلوقتي. اخدت منها كوباية من مية السلق، زي ما انتوا شايفين كده، خطوة خطوة معايا اهوت. دي اول كوباية معايا. اهم حاجة تبقي بتقلبي بسرعة عشان خاطر ما يكلكعش معانا، زي ما انتوا شايفين اهوت. دي مع مرق الدجاج، دي اختياري. عايزه تضيفيها ماشي، مش عايزه تضيفيها خلاص. دي اختياري طبعا. فلفل اسمر، كمون. اهم حاجه في المكرونه بتاعتنا بقى النهارده اللي هو صوص قصدي ميكس الجبن. انا حطيت موتزاريلا وحطيت شيدر وحطيت رومي. اهم حاجه فيها عشان خاطر تديك الطعم والقوام اللي انت عايزاه. زي ما انت شايفه كده، ضفنا كل الجبن بتاعتنا. نبدا نقلب، هتدينا قوام جميل جدا. طبعا التوابل بتاعتك اللي انت حباها بتضيفيها. انا ضفت فلفل اسمر وملح، ومظبطه الملح بتاعها. مش اكتر من كده يعني. مكوناتها سهله وبسيطه جدا، وحاجه خفيفه للاولاد، سهل جدا ياكلوها بسرعه. زي ما انتوا شايفين كده، المكرونه طبعا سلقناها، هو اصلا كل حاجتنا مستويه. فاللي هي هتخش تاخد وش من في الفرن وخلاص. هنا انا نسيت احط الفلفل الاخضر، فروحت ضايفاه على المكرونه برضو عادي، بيستوي ما بيجرالوش حاجه. زي ما انتوا شايفين كده، ضفنا كل المكونات على بعض، وضفنا نص البشاميل بتاعنا. هنضيف نص البشاميل، وممكن نحط على وش المكرونه، او نحط جبنه موتزاريلا. انا هنا عملت في الطبق بتاعتي الجبنه الموتزاريلا، زي ما انتوا هتشوفوا معايا. هنبدا كده نغرف في الطواجن بتاعتنا. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله، كل حاجة مستوية معانا، يدوب بس هتاخد وش من على الشواية وخلاص على كده. هتشوفوا شكلها النهائي دلوقتي. زي ما انتوا شايفين كده. هنبدأ بقى نخلص كل المكونات اللي معانا ديت في الطبق بتاعتنا، زي ما انتوا شايفين. وحطينا برضو في الطواجن الفخار ديت. نكمل المكونات كلها. هنبدأ بقى نضيف عليها مكرونة، اسفة، نضيف عليها جبنة موتزاريلا من على الوش. يا دوب بس تاخد وش في الفرن، ويبقى هي كده خلصت، والف هنا اللي اكل منها. يا ريت يا جماعة تدعموني بلايك وشير واشتراك ليوصلكم كل جديد يعني. هنا هتخش الفرن معايا، يا دوب بس حاجة بسيطة كده من فوق وخلاص. هي مش محتاجة معايا، ما بتاخدش معايا وقت خالص ولا مجهود، وحاجة سهلة وبسيطة جدا. زي ما انتوا شايفين كده، هنبدأ نوزع كل الكمية معانا. زي ما انت حابة تحطي بشاميل ماشي، حابة تحطي جبنة موتزاريلا او ميكس عادي ماشي، برضو اللي انت حباه. زي ما انتوا شايفين شكلها كده ما شاء الله، بألف هنا اللي اكل منها. يا رب الفيديو يكون عجبكم. اشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. مع السلامة.